اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. فيديو جديد النهارده، واسف على الاجابه الطويله بس حقكم عليا. والله العظيم يا جماعه انا مطحون في ثانويه عامه. طبعا انتوا عارفين ثانويه عامه ثالثه ثانوي، انا علم رياضه، فالموضوع بالنسبه لي صعب جدا. المهم نخش على طول في صلب الموضوع. طيب جاب لك النهارده فيديو كان لازم ينزل عشان في ناس كتير جدا بدات تشتكي من الحوار، والناس اللي بتحب تبدم بالفيروس الجديد دوت، اللي هو بتاع الاشعارات اللي بيوقف في التليفون نهائي. تمام. اديك زرار بسيط هتركبه، فك تشفير سهل جدا. زرار هتحطه مجرد ما تفعل الزرار، الفيروس مش هيهنج معاك ولا في اي اشعارات اصلا هتهنج معاك نهائي. طيب قبل ما نبدا الحوار نبدا الشرح، عايز اعلمك ازاي تتخطى روابط القناه بتاعتي. يا جماعه الرابط سهل والله العظيم ما صعب. واحده واحده معايا هوريك ازاي تتخطاه. مثلا هنيجي عند الرابط بتاع النسخه بتاعتي. مثلا نسختي، ده الرابط. تفتح الرابط كل سهوله بيخش، عشان في ناس بتقول انا بدوس على الرابط ما بيدخلش. لا، الرابط بيدخل. تمام. اما تلاقيه عمل معاك كده هتقفله وتفتحه تاني، او حاول تنزل تحت لحد ما تيجي عند دي. هتستنى ال 12 ثانيه اللي هو مديهم لك. هترخمه شويه. بعد ما الثواني دي تخلص، اللي انت شايفها دي ما تدوسش على حاجه. تمام. بعد ما الثواني تخلص هتنزل تحت، كلمه نيكست اهي اتفتحت لك باللون الازرق، هتدوس عليها هينزلك تحت خالص. هتدوس نيكست تاني، هيجي لك الاد دوت. هتدوس على العلامه اللي فوق دي الاكس دي، هتدوس عليها، فتح معاك اللينك تاني. برضه هتنزل تحت تستنى اما الوقت ده يخلص. بعد ما الوقت خلص معاك هتنزل عند نيكست كونتينيو، هتلاقي برضه بالليل الازرق عندك، وهتنزل تحت هيلاقيلك، او اطلع فوق شويه مكان ما ينزلك هتلاقي نيكست تاني، هتدوس عليها هيفتح لك برضه صفحه تانية. هتستنى لما الوقت بتاعك ده يخلص وتدوس تاني. تمام. هتنزل تحت كمان شويه هتلاقي كونتينيو تاني، تدوس عليها هتنزلك عند نيكست، هتدوس على نيكست هيطلع لك، هتدوس على الاكس طلع معاك الوقت تاني. بس هي الحوار زي لعبة، انت بعد ما تدوس نيكست بيجيلك الوقت، استنى ما الوقت يخلص وهتدوس نيكست تاني. جايبلك هنا رجل انتظار. بعد ما الوقت يخلص هتلاقي دي فتح لك دوس متابعة، هيفتح لك صفحة تانية كده، هتدوس رجوع مرة واحدة. دوس رجوع مرة واحدة. خد بالك اخر خطوه ده اللي يفتح لك صفحه بيضاء، هتدوس رجوع مره واحده هيفتح لك لينك بتاع ميديا فاير، وهتنزل النسخه بتاعتك بدون اي مشكله. بس الحوار مش صعب، انت بتستنى الوقت يخلص وتدوس نيكست، الوقت يخلص وتدوس نيكست 3 مرات بس. ناس دخلت عملت لي حوار ومش عارف ايه، الرابط صعب ومش عارف انزل نسخه معجزه. يا جماعه والله الحوار مش صعب، الحوار بس عايز تشغيل دماغ. طيب تخش بقى في سيرب الحوار على طول، ونفك النسخة، نفك الفيروس في نسخة يو اخر اصدار او اف ام. وهي من بره اسمها يو، من جوه اف ام، فانا مش عارف، او يو زي ما هي مش عارف اف ام سي ما هي، بس قريبة من بعض بقى. ما علينا. نسخة هي زي ما انت شايف بتهنج اشعارات. طبعا لو رميت الفيروس على نفسي دلوقتي من النسخة التانية التليفون هيقف زي ما انتوا عارفين وهيقفل مني. طيب خش بقى على طول، هتلاقيني كده على طول سايب لك ملفين، واحد لنسخ البلس وواحد لنسخ تياجو جوستر وسام. طيب نخش في البلس. هتلاقي سايب لك هتبدل اليو باسم حزمتك، مثلا لو انت اف ام هتبدل اليو دي باف ام واتساب. انتوا عارفين الحوار ده من زمان. طيب لو تياجو او جوستر هتخش هتلاقيني، بص انا شارح لك، لو هتركبها الجوستر هتبدل كلمه تياجو بجوستر، ولو لسام هتبدل تياجو بسام مودز. الحوار مش صعب، لا هي كلمه تياجو دي لو انت بيتا هتبقى سام مودز، لو انت جوستر هتعملها جوستر، لو تياجو هتخليها زي ما هي تياجو. تمام. انا طبعا راكبها بلس فهخش لملف البلس. طيب مبدئيا كده هتاخد امر البحث بتاعك كوبي، والانفو كوبي، والميثود كوبي. رخم. والسويتش كوبي. ماشي. وتم استخراج النسخة بتاعتك او استراكت. تمام. لوكت، وهتعملها فيو او معاينة. طيب
تخش عند تحدد ال5 ملفات وتخش معاك. ماشي، هتبحث عن الزيرو اكس اللي انا سايبها لك، 5 أو 6 الاتنين مش هيختلفوا يا جماعة. هيطلع لك 5. هي غالبا في الاصدارات بتاعت دلوقتي اخر واحدة اللي هي دي. طيب هتعمل ايه مثلا لو انت بتعدي على الاصدار تاني ومش اخر واحدة؟ هقول لك، انت هتخش على واحدة واحدة لحد ما تلاقي الميثود اسمه اي 03 والريجستير بتاعه 47. ركز، الريجستير بتاعه كام؟ 47. هتلاقي كل ده مش ريجستير 47. بص، هو عامة في اول الميثود كل ده ملوش ده اي 0 بي و6، يبقى مش هو. يبقى انت اخر واحده زي ما انا قلت لك اي 03 والريجستير 47. هتعمل ايه؟ هتحطه في اول الميثود. بعد 47 دي هتشد مسطرتين وهتضيف الانفوك بتاعك اللي هو ده. تمام. هتضيف الميثود ازاي؟ عشان بس الناس اللي بتوه في الملفات، انت تكتب كلمه يو واي او وهتعملها كلاس نيم وهتحدد على تاني واحده واخر واحده دي، تحدد على كله ما عدا الريجكس دي ما تحددش عليها، وتدوس اوك. هيطلعلك ملف واحد تخش عليه تحت اي اند ميثود يقابلك. يا عم هنا مش هتختلف، في اخر الملف والله برضو ما هتختلف اهي. هتحط الميثود بتاعك سيف وهترجع. هنضيف السويتش ونثبت النسخة ونرمي الفيروس علينا من نسخة تانية ونجرب سوا. تمام، النسخة خلصت معاك. خش بقى نضيف الميثود بتاعك، تضيفه بقى بيو برايفسي، يو كونفو مودز، يو هوم مودز، والله اللي يريحك، دي نسختك وانت اللي تعدل عليها. انا مثلا ضيفها فيو برايفسي على طول، كده ما بعدلش على البلس يعني، بس انا حبيت انزل طريقة البلس عشان انا لما بعدل على تياجو او جوستر في ناس بتوه في البلس، عشان ما حدش يتوه. بس السويتش ده كده فوق فوق كلمة السويتش دي. هتضيف السويتش بتاعك سيف وهترجع. تمام، يلا بقى نثبت النسخة ونجرب. النسخة هتتثبت وارجع لك تاني. تمام، نفتح النسخة ونفعل الزرار ونجرب سوا. مثلا يجي فيروس اشعاعات الجديد هتفعلها وترجع. طيب هنرمي من النسخة التانية اللي هي نسختي. تمام، الفيروس هنا هما التلاتة دول. وهرميه على رقم 011. الإشعاعات هتيجي هنا مش ههنج. سامع الإشعاعات وصل. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. متنساش لايك، اشتراك لأول مرة تشوفنا، وكومنت حلو كده منك يرزق. سلام.